نشرة الأخبار من قناة الجزيرة في قطر، أهلا بكم. اعتقلت الشرطة الصينية أكثر من 1400 شخص على خلفية أعمال العنف في إقليم شينيانغ غرب الصين، والتي أدت إلى مقتل نحو 156 قتيلا. في غضون ذلك فرضت السلطات حظرا للتجوال على عدة مدن في الإقليم، وتقول سلطات الإقليم إن أعمال عنف أعقبت احتجاجات شارك فيها قرابة 1000 شخص، معظمهم من قومية الإيغور المسلمة التي تطالب بالتحقيق في شجار كان نشب مع قومية الهان. تؤكد سلطات إقليم شينجيانغ الواقع بأقصى غربي الصين ارتفاع الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن احتياجات قومية في الإقليم الذي تعيش فيه أغلبية من الويغور المسلمين، والاشتباكات العنيفة التي جرت بينهم وقومية الهان التي تسيطر على مفاتيح الأمور هناك. السلطات تقول إن عشرات الأشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات، وأن أكثر من 800 جرحوا، بينما اعتقلت الشرطة مئات ممن تصفهم بمثير الشغب المدبر أصلا في رأيها من الخارج. كما تشير الأنباء إلى أن 3 على الأقل من أقلية الهان قد قتلوا، وأصيب نحو 20 آخرين بجراح. إدارة الإقليم المتمتع بحكم ذاتي لخصت ما جرى بأن مئات المحتجين جابوا شوارع عاصمة الإقليم أورمتشي حاملين سكاكين وهريا خشبية وحجارة، وأحرقوا كثيرا من المركبات والمتاجر. وتشير إلى توقف معظم خدمات الإنترنت والخدمات الهاتفية، مما يهدد بعزل الإقليم عن محيطه الخارجي. ولكن الوضع منضبط حسب إفاداتها، وتقوم الشرطة حاليا بدوريات منتظمة في شوارع المدينة، ونشرت سيارات مدرعة في مختلف أنحائها. ولا يزال البحث جاريا عن 90 شخصا على الأقل يوصفون بأنهم ضالعون رئيسيون في الأحداث الجارية. الويغوريون بدأوا احتجاجاتهم مطالبين الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب مقتل 2 من عمال مصنع للويغور، وإصابة عشرات الآخرين بإصابات خطيرة في مدينة الشاوجوان بجنوب الصين في أواخر حزيران يونيو الماضي. وهي الاحتجاجات التي سرعان ما تطورت اشتباكات عنيفة مع الشرطة وقومية الهان. يرجع تاريخ قومية الويغور إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وهم أغلبية في إقليم شينجيانغ ذات الحكم، وأفراد هذه القومية مسلمون، ولكن الصينيين الهان وهم أقلية يسيطرون على مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية في الإقليم. وطالما طالب الويغوريون الصين بوقف هذه السيطرة والقضاء على التمييز العرقي السائد في الإقليم. هذا وقد ندد مئات المواطنين الأتراك والإيغور المقيمين في اسطنبول بما وصفوه بالمذابح الهمجية بحق المسلمين في الصين. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب العالم الإسلامي بالعمل من أجل رفع ما وصفوه بالظلم الذي يلحق بالأقلية المسلمة، والتي تتعرض لأقصى أساليب الاضطهاد والتطهير العرقي منذ عشرات السنين على حد تعبيرهم.